في الفترة بين 2018 ولحد ما جت حرب أوكرانيا سنة 2022 وبدأ التعويم، كنت أنا تقريبا بقدم أكتر عمليات سمنة بسعر مناسب في مصر والعالم العربي ما كانش في العالم كله. مع التعويم أكتر من مرة، انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع قيمة الدولار، للأسف في ناس كتير جدا اختفى عندها كونسبت الكواليتي. بقينا نشوف عمليات سمنة بتتقدم بدبابيس بتتصنع هنا جوه مصر في بير السلم، أو متهربة من الصين، أو دبابيس مجهولة المصدر. بقينا نشوف دباسات بتستعمل بال20 وال30 مرة. بقينا نشوف للأسف مرضى بيتبهدلوا وبيحصل لهم مضاعفات. ارتبط انهيار الكواليتي دون باهتزاز سمعة عمليات السمنة جوه مصر. شفنا ده في 2023 و2024 في آخر سنتين، مع الصراع بين ان الناس بتحاول تحافظ على سعر جذاب للمريض، فأدى ده لفقدان الكواليتي وما تبعه من فقدان للسيفتي وللأمان بتاعك كمريض، وما تبعه من فقدان لسمعة العملية كاختيار طبي دولي وكالحل الأمثل لعلاج السمنة المفرطة. لما تروح تعمل عملية سمنة بسعر كنا بنشتغل بيه من 10 سنين، بسعر كنا بنعمل بيه أيام ما كان الدولار ب15 جنيه، بسعر كنا بنعمل بيه أيام لما كانت الحاجة بتلت تمنها، يبقى لازم تسأل نفسك هو ده تم ازاي؟ تفتكر يعني الدكتور دفع من جيبه؟ يعني انت النهارده لما تروح في الحكومة تجيب أدواتك تتبرع بيها للمستشفى وتدفع في الادوات دي 20 و25 الف جنيه، يبقى انت لما تروح مركز خاص تدفع فيه 18 الف او 25 الف او 27 الف. ما سألتش نفسك ده حصل ازاي؟ الامان والكواليتي والسعر ده مثلث مهم جدا في عمليات السمنة في مصر وفي الوقت الحالي.